بقالي كام سنه عامله العمليه دلوقتي او كام شهر عامله العمليه؟ كده بقالي 9 شهور. 9 شهور. داخله على 10 خلاص. كان وزنك قد ايه قبل العمليه؟ كنت 123. واحنا النهارده قد ايه؟ دلوقتي احنا حاجه 80 81 مثلا. بعد 9 شهور. اه. انت كنت عامله عمليه قبل كده؟ كنت عامله ايه؟ كنت عامله تكميم. ودلوقتي احنا عملنا؟ دلوقتي عاملين تحويل مسار. مصغر. اوكي. طيب كنت خايفه ولا قبل التكميم؟ قبل التكميم كنت خايفه. اوكي. وحتى بعد ما عملت التكميم ما كنتش مبسوطه، يعني كان برضو بالنسبه لي الموضوع فيه كومبلكسز كتيره قوي. كان عندي مشكله دايما في الترجيع المستمر، حاجات كده كانت بتجيلي بعد العمليه. كان عندك ارتجاع قبل التكميم؟ دلوقتي ايه الاخبار؟ دلوقتي ما فيش ارتجاع خالص، حتى بقيت باكل بروتينز كويس عن الاول. يعني وقت التكميم ما كنتش بقدر اكل بروتينز خالص زي دلوقتي. ممكن بعرف اكل، يعني ممكن اللحمه كانت الاول بتضايقني قوي، دلوقتي بقت كويسه معايا. ففي حاجات كده بعد التكميم اسهل صح؟ الاكل بقى اسهل. الحاجات اللي البروتينز مع التكميم بقينا بنعرف نبلعها احسن مع التكميم. بالظبط. وحتى يعني مع التكميم كان في اكل كتير قوي كنت رافضه اكله اصلا، بس دلوقتي بقيت متقبله الاكل اكتر. كنا عملنا تحويل عشان احنا ابتدينا نرجع في وزننا. صح، وعشان كان في شويه ارتجاع صح؟ طيب كنت متوقعه العمليه صعبه ولا سهله تاني مره؟ انا حضرتك طبعا عارف ان كنت مع والدتي، فانا كنت عشان كده اصلا اخترت ان انا يعني قلت لماما ان انا اروح لحضرتك، لان انا كنت مطمنه ان انا شفت ماما وشفت النتائج اللي ماما كانت معاها. بس فانا كنت مطمنه لحضرتك اصلا من قبل ما كنت متوقعه تبقى اصعب من التكميم، لان انا لما عملت سيرش وكده الموضوع كان اصعب، بس انا ما حسيتهاش اصعب من التكميم. حتى اللي احنا بعد العمليه جالنا شويه التصاقات ودخلنا تاني وعملنا حاجات تاني. رغم كل الحاجات دي بس برضه حسيت من المضاعفات الطبيعيه لاي عمليه يعني. وجود حضرتك دايما كان مطمنا بصراحه. يعني لحد دلوقتي حتى ماما دايما بتفضل تتكلم ان ازاي حضرتك كنت دايما وقت الفتره بتاعت الهاس اللي حاصله دي، حضرتك بصراحه ما اتاخرتش علينا ابدا، رغم ان انا كنت في السعوديه وكنا ما حسيناش بالفرق ده يعني. انا قبل ما اعمل تحويل مسار كانت نفسيتي وحشه جدا، كنت فاقده امل في كل حاجه يعني. بس دلوقتي الحمد لله كل حاجه بقت احسن. ملتزمه بالفيتامينات ولا لا؟ ملتزم نص نص يعني، بحاول. بس لا، بس بعد اخر يعني انا بتابع مع حضرتك باستمرار. اخر مره كنت حضرتك لما حضرتك كان عندنا شويه انيميا قبلها كنت الشهر كله كنت ملتزمه قوي، عشان خاطر كنت بحاول الحق نفسي بسرعه عشان ما اتفضحش. ما اتلحقتش. طبيعه اكلك عامله ايه قبل العمليه عموما؟ قبل العمليه خالص، قبل التكميم كمان. يعني انت بتاكلي حلويات كتير؟ بتاكلي اكل عادي؟ بتاكلي كميه كبيره؟ ممكن كنت باكل حلويات كتير اكتر. كنت ببنج ايت كتير قوي، وكنت اي حاجه تسترسني كنت دايما تروحي الجا للحلويات. مش مثلا اكل، لا الحلويات على طول. بس بعد التكميم فضلت كده يعني، الموضوع ده ما بطلتوش. انا دلوقتي ما بقتش بعمل كده، بس بعد التكميم فضلت كده برضو، بس مع الاكل كمان. يعني كنت ممكن اكل لحد مثلا ما يجيلي ارتجاع عادي، اي حاجه تزعلني او اي حاجه تاثر في نفسيتي كنت بعمل كده.